الحكاية بتبدأ في مدينة بانكوك التايلاندية مع الصديقين كاي ولو. الاتنين خرجوا من سيارتهم ودخلوا نادي ليلي، لكنهم بدأوا يدوروا على شخص مجهول. وهنا بنلاحظ ان في واحد من الناس بيقتل الابرياء وبيمتص قوتهم، لان كل الشباب بيحتفلوا ومفيش اي حد ملاحظه. اما كاي ولو اتفاجئوا بمجموعة مقاتلين بيهجموا عليهم بدون سابق انذار، فاستعدوا للقتال. وهنا بتظهر قوة كاي ولي الرهيبة، لان مهاراتهم بالكونج فو والفنون القتالية أسطورية وملهاش حل. ده غير انهم قدروا يهزموا كل اعدائهم وقدروا يوصلوا للشخص الشرير في النهاية. بس الغريبة انه كان عنده قوة خارقة وواجهوا صعوبة في السيطرة عليه. وهنا كاي اظهر قوته الحقيقية وقدر انه يهزمه بضربة واحدة بس وبخره في الهواء. بعد ما كاي وصديقه لو انتصروا، فجأة كل الناس اتجمدوا وسمعوا صوت مجهول بيطلب يقابلهم في المقر الخاص بيه وسط الجبال. بالفعل كاي ولو اخدوا زميلهم تومي وانطلقوا عشان يقابلوا الشخص اللي استدعاهم. تومي يبقى صاحب كاي ولو، لكن اخته جيني ماتت في حادث مجهول، وحضر تايلاند عشان يعرف مين اللي قتلها. اول ما كاي ولو وتومي وصلوا المقر، اتفاجئوا من التكنولوجيا المتطورة حواليهم. وهنا ويليام ظهر. ويليام بدأ يحكي حكاية عن محارب صيني اسطوري ترك فن قتال سري بيعطي الناس قوة خارقة، وقال ان عدوته اللدودة اسمها كوان شي. كوان بتحاول تدمر اي مقاتل ممكن يبقى اقوى منها، عشان كده قتلت جيني اخت تومي. وهنا ويليام حذر كاي لان كوان عايز يتخلص عليه هو كمان، وعرض عليه ان هو واصدقائه يتحدوا معاه في المعركة. بالفعل التلاتة وافقوا ينضموا لفريق ويليام لانهم عايزين يهزموا كوان قبل ما تنفذ خططها الشريرة وللانتقام لجيني اخت تومي. بس المشكلة ان كوان موجودة بمكان شديد الحراسة وفي مجموعة كبيرة من المقاتلين بيحرسوها. في البداية تومي كان عايز يدخل المعركة ضد كوان، لكن لو طلب منه ينتظر ويخطط بذكاء لانه هيموت بسهولة بسبب كثرة اعداد المجرمين. وهنا كاي ظهر وقال ليهم انه هيروح لوحده لانه الوحيد اللي عنده قوة خارقة بالكونج فو ويقدر يهزم كوان. للأسف تومي اتعصب وقال لكاي انت فاكر نفسك احسن مننا بسبب قوتك الخارقة. بعد كده مشي وسابه وفضل يبكي لما افتكر اخته المسكينة اللي ماتت بدون ذنب. لكن فجأة كاي ظهر واعتذر له على اللي حصل وقال انهم لازم ياخدوا حذرهم بسبب قوة كوان وأتباعها. وهنا لو قاطع كلامهم وطلب منهم ما يضيعوش وقت ويبدأوا في التخطيط للهجوم على كوان بسرعة البرق. بعد كده بنقابل زاما عميلة في الانتربول الامريكي، وهي وزملائها كانوا موجودين بتايلاند عشان يحققوا في مقاتلي الكونج فو اصحاب القوى الخارقة ويعرفوا قدراتهم. ده غير انها اجبرت واحد من المجرمين يكشف كل اسراره في ثواني لانها قوية وملهاش مثيل. في الوقت ده كاي وتومي ولو قابلوا بريا صديقة تومي وكانت عايشة بتايلاند، عشان كده اعطته معلومات سرية عن كوان هي وأتباعها لمساعدتهم في المعركة. بريا قالت للتلاتة ان كوان موجودة بهوتيل شديد الحراسة وسط المدينة ولازم ياخدوا حذرهم بشدة. ده غير انها عرضت تساعدهم لان جيني اخت تومي كانت صديقتها العزيزة وعايزة تنتقم ليها. بالفعل كاي وأتباعه انطلقوا للهوتيل وجهزوا خطتهم الذكية. اما كوان وصلت مع عشرات الحراس الشخصيين وكانت حاسة ان في حد بيراقبها. في البداية بريا وتومي عملوا مشكلة على بوابة الامن وشتتوا تركيز الحراس. اما كاي ولو استغلوا الفرصة وتسللوا لداخل الهوتيل بدون ما اي حد يلاحظ. وهنا بنعرف ان زاما هي وباقي عملاء الانتربول بيراقبوا كل اللي بيحصل وبدأوا يشكوا ان كاي ولو مجرمين خطيرين. في الوقت ده كوان صعدت لاعلى المبنى وقابلت مجموعة رجال اعمال مهمين، لكنها استخدمت قوتها الخارقة ودمرتهم كلهم عشان تمتص قدراتهم. وبعد فترة قصيرة اول ما كاي ولو تابعوها اتفاجئوا ان المكان كله متدمر وما لقوش اي اثر لكوان. بس المشكلة ان زاما ظهرت وافتكرت ان كاي ولو هم اللي قتلوا رجال الاعمال، فتومي غفلها ووقفها عند حدها. في النهاية زاما اقتنعت ان كاي واتباعه طيبين لانهم اطلقوا سراحها ووقفوا معاه في قتال اتباع كوان اللي عملوا ليهم كمين. في البداية كاي واصدقائه اتحدوا ضد المجرمين واستخدموا قدراتهم الرهيبة بالقتال عشان يدمروا اي حد يقف بطريقهم. لكن في وسط المعركة لو وبريا انفصلوا عن الجميع ووصلوا لجراج العربيات عشان يخرجوا من المكان المشؤوم ده. اما كاي حاول يتتبع كوان وبالصدفة قابل زين كانت صديقة كاي زمان وعندها قوة خارقة بالكونج فو، لكنها اصبحت شريرة واتحدت مع كوان عشان تبقى اقوى. في البداية القتال اصبح متعادل لان الاتنين مهاراتهم متقاربة جدا. اما زاما وتومي اتحدوا وقدروا انهم يخلصوا على اتباع كوان عشان يفتحوا الطريق لباقي اصدقائهم. وفي النهاية كاي اجتمع مع اتباعه وكلهم اخدوا شاحنة الانتربول الخاصة
الخاصة بزيما من اجل تتبع كوان، ده غير انهم فضلوا يطاردوها لدقايق طويلة في شوارع بانكوك التايلاندية. لكن كوان ذكية جدا وقدرت انها تعمل ليهم فخ وسط سوق المدينة، وكل اتباعها نزلوا فيهم طحن بالرشاشات، مع ان كاي واصدقائه قتلوا لحد اخر نفس، الا ان المجرمين غفلوهم ورموا انابيب غاز تحت الشاحنة الخاصة بيهم من اجل تسبيب انفجار ضخم. وهنا زيما قذفت قنبلة دخانية، والجميع استغلوا انعدام الرؤية وحاولوا انهم ينجوا بحياتهم، بس بدون فايدة لان المجرمين لاحظوهم من جديد واستمروا بالهجوم. فكاي وتومي ولو استغلوا ان في سكاكين موجودة وسط السوق وحاربوا المجرمين بيها لحد اخر نفس، ومع انهم كانوا مصابين بشدة الا انهم استجمعوا قوتهم وقدروا ينتصروا، ده غير انهم وصلوا للنهر واخدوا مركب عشان يهربوا فيه، لكن المجرمين تتبعوهم وما سابوهمش في حالهم. وهنا كاي انتظر الفرصة المناسبة وقدروا انه يغفل اتباع كوان ودمر المركب الخاصة بيهم عشان يهرب هو واصدقائه بامان. بعد ما الاصدقاء هربوا، بريا اخدتهم لقرية صغيرة وسط البحر وقالت ان عمها عايش هنا لانه رباها بعد وفاة والدها ووالدتها، ده غير ان المكان كان محمي من الشر بكلمات سرية عشان كوان ما تقدرش تهجم عليهم. عم بريا اسمه باجو، ولما كاي سأله هم هيقدروا يتصدوا لكوان ازاي، باجو اعطاه سوار سحري وقال انه ممكن يوقف قوة اي مقاتل كونج فو خارق لفترة قصيرة باستخدام السوار ده. بعد كده طلب منه ينتظر للعشاء وهيحكي له الحكاية كاملة. بالفعل العم باجو جمع كاي هو وباقي اصدقائه على طاولة الطعام، وقال ان ويليام خدعهم واستدرجهم للفخ بداخل الهوتيل لانه هو وكوان اصدقاء وهدفهم من البداية امتصاص قوة كاي عشان يقدروا يسيطروا على العالم. وكمان العم باجو قال ان قلادة جيني اخت تومي ليها قوة سحرية رهيبة ولازم يمنعوا كوان من الوصول ليها باي ثمن. طبعا زاما انصدمت من الكلام وما كانتش مصدقة نفسها، اما كاي اتمرن طول الليل والنهار عشان يحمي اصدقائه من الخطر. فالعم باجو قال له انت قوتك ملهاش مثيل ولازم تبعد عن اصدقائك لانهم ممكن يتأذوا بسببك، وكوان مش هترحم اي حد منهم. بعد ما الجميع ناموا، بريا وصلتها رسائل على التليفون من شخص مجهول بيقول فيها انه يقدر يرجع والدها ووالدتها للحياة مقابل انها تخون كاي. في البداية بريا استغلت نوم تومي واخدت قلادة اخته جيني وخرجت على ابواب القرية، لكنها ما كانتش واثقة ان والدها ووالدتها ممكن يرجعوا للحياة. فويليام وكوان استغلوا ضعفها واظهروهم ليها في صورة وهمية عشان يخدعوها. للاسف بريا وقعت بالفخ وشالت الكلمات السرية اللي بتحمي بوابات القرية. طبعا كوان استغلت الفرصة واقتحمت المكان هي واتباعها، بس المصيبة الاكبر ان تومي ولي وكاي نايمين. فبريا الخاينة استخدمت القلادة في سرقة كاي، واول ما كاي اتفاجئ وحاول يوقفها اتباع كوان حصروه من كل اتجاه وبدأوا بالقتال معاه. للاسف كاي خسر قوته الخارقة واصبح شخص عادي، لكنه استمر بالقتال لانه ماهر بالكونج فو ومستحيل هزيمته. اما لو انضم للمعركة هو كمان وحارب بكل ما عنده لحد اخر نفس. وهنا تومي فاق من النوم وما كانش فاهم ايه اللي بيحصل، فانطلق باقصى سرعته وحاول يشغل العربية عشان يخرجه من المكان المشؤوم ده. في النهاية كاي قدر ينتصر على اعدائه بصعوبة، اما لو اتحاصر من كل اتجاه وكان هيخسر، بس العم باجو لحقه وانقذه على اخر لحظة. وهنا كاي عرف الجميع ان بريا خانتهم وسرق قلادة جيني عشان تسلمها لكوان. طبعا تومي اتصدم لما عرف اللي حصل، لكنه شغل السيارة اخيرا وحاول يهرب. فالعم باجو قال انه هيعطل باقي المجرمين وطلب منهم يهزموا كوان وويليام مهما كان الثمن لانهم ممكن يدمروا العالم. للاسف المجرمين حصروا العم باجو وخلصوا عليه بدم بارد. اما لي وكاي وتومي اتخانقوا مع بعض وما كانوش عارفين يعملوا ايه، فزاما زعقت ليهم وقالت انهم لازم يتمالكوا اعصابهم لان كوان وويليام هيهزموهم بسهولة. فالثلاث اصدقاء اتصالحوا مع بعض وقرروا يتحدوا من اجل تدمير كوان تماما. بالليل كاي واصدقائه اتسللوا لمخبأ المجرمين وقدروا يغفلوا الحراس بانفجار ضخم. اما ويليام وكوان اخدوا القلادة من بريا وبدأوا بتنفيذ خطتهم. في البداية الاصدقاء اتفاجئوا لان زن هجمت عليهم بالقناصة، فاضطروا يتفرقوا عشان يتفادوا طلقاتها. زاما ولو قتلوا المجرمين واحد ورا التاني ومهدوا الطريق لكاي عشان يوصل لزن. وهنا بنعرف ان زن اتدربت مع كاي زمان والاتنين كانوا اصدقاء اعزاء، لكن زن اتحدت مع كوان لانها عايزة تبقى اقوى وتهزم الجميع. زن ماهرة باستخدام السكاكين ومن اول القتال قدرت تسيطر على كاي لانه فقد قوته، لكن كاي اتحمل ضرباتها وقدر يقاوم بكل ما عنده. فزن استخدمت قوتها الخارقة بالكونج فو ووجهت له ضربات قوية ملهاش مثيل. قبل ما كاي يخسر المعركة اخرج السوار السحري اللي اخده من المعلم باجو ووضعه على ايديها، فزن فقدت قوتها الخارقة واصبحت شخص عادي. وهنا كاي استغل فرصته وهاجمها بشراسة رهيبة لحد ما انهى حياتها تماما. اما زاما وتومي قابلوا كوان وسط المخبأ
المخبأ وبدأوا القتال معاها. وهنا بتظهر قدرات كوان الأسطورية بالكونج فو لأنها قدرت تسيطر عليهم بسهولة. بس زاما اتدربت على القتال في الجيش، وتومي ماهر بالتاي تشي الصيني، والاتنين قدروا يكسروا رقبتها. لكنهم أول ما شافوا بريا اتعصبوا عليها بشدة لأنها خانتهم. فبريا اعتذرت وقالت إن كوان وويليام خدعوها، وقال إنهم هيرجعوا والدها ووالدتها للحياة. بس فجأة كوان فاقت من جديد ولا كأن أي حاجة حصلت. فالتلاتة حصروها من كل اتجاه وانطلقوا للقتال، لكن المرة دي قدروا يخلصوا عليها باستخدام سلاح حاد ودمروها بصعوبة. أما لو قاتل محترف كونج فو خارق، وللأسف خسر القتال. فالمجرمين أخدوه رهينة وهددوا كاي بيه. في النهاية ويليام الندل نفذ مخططه ودمج القلادة الخاصة بيه بقلادة جيني أخت تومي عشان يظهر قوته الحقيقية. ده غير إنه سيطر على عقل لو وأجبره ينقلب على صديقه العزيز كاي. أول ما كاي شاف اللي بيحصل اتعصب بشدة وقدر إنه يسترجع قوته من جديد، لكنه ما كانش عايز يدخل مع ليه في قتال، بس ليه هاجمه بدون تردد هو وباقي المجرمين. من البداية كاي اتصدى لهم بمهارة واحد ورا التاني مع إنهم أكتر منه في العدد، لأنه أصبح قوي زي زمان. ومع الوقت هزم الجميع وأفقدهم الوعي. بعد كده اتأكد من سلامة صديقه العزيز لو. من هنا الاتنين هاجموا ويليام لأنه كان عايز يهرب عن طريق بوابة سحرية. حتى باقي أصدقائهم ظهروا وساعدوهم في القتال. للأسف ويليام غفل كاي وكان هيخلص عليه، بس أصدقائه رموا ليه حبل عشان ينقذوه. حتى لو هو كمان انضم للقتال، والاتنين قدروا يهزموا ويليام وأفقدوه قوته. ده غير إن أصدقائهم سحبوهم من البوابة السحرية قبل ما تقفل بثواني بسيطة. وبكده كاي ولو وتومي أفسدوا خطط ويليام وكوان الخطيرة وأنقذوا العالم من الدمار. وده كان ملخص الفيلم. اشترك عشان توصلك أقوى الملخصات كل يوم، واشوفكم عما قريب بإذن الله.